السلام عليكم. تعمل ايه لو شفت حد اتسمم كبير او صغير؟ التسمم عامة انواع، نوع عن طريق الفم، نوع عن طريق عضة، نوع عن طريق حسد مثلا. عن طريق الفم ازاي؟ لقيت مثلا طفل او كبير بلع كمية كبيرة من الادوية عشان مثلا انتحار او بالغلط او مثلا تفاصيل او مثلا شرب منظفات، صابون سايل، كولوريكس، فلاش، لقى الشامبو ريحته حلوه الاعصاب بكوبايه وشارب، او لقى ازازه البيروسول على الارض راح ماسكها باخر بختين وشرب منها شويه مثلا. ازاي تعرف بقى ان في حاله تسمم؟ عامه اعراض التسمم ممكن تكون كلها متشابهه، زي قيء، غثيان، وجع في البطن طبعا، بس انت ممكن تلاقي برضه حرقان حوالين بق المصاب او مترمي جنبيه ازاز فاضيه، ازاز صابون او ازاز دواء. في الحاله دي بتعمل ايه؟ اول حاجه المبدا ده لازم يكون موجود عندنا كلنا، لازم نروح للدكتور، لازم نروح للدكتور، احنا مسؤولين عن ارواح مش دباديب. بتعمل ايه بقى لو اكتشفت حاله تسمم؟ لو في حاله الطفل او الشخص ده بلع ادويه كتير، اوعى تقعد تشربه ميه بملح، ما تفضلش تديله ميه بملح مش هيرجع، تفضل تديله ميه بملح وتفضل تحقن فيه ميه بملح لحد ما يبقى شبه الرنجه ومش هيرجعهم برضه، غلط. ما تخلوش يحط صباعه في بقه ويرجع. افرض كان شرب ماده كيماويه مثلا، يبقى هي نازله بتهري جسمه كله، تقوم انت مرجعها تاني عشان تهري جسمه كله، ونعم حسن التصرف. ما ياخدش ادويه ضد الاسهال، ولو كان شرب صابون سائل او ماده كيماويه كده خليه يشرب كوبايه ميه دافيه وتجري بيها على الدكتور، كده كده تروح بيه للدكتور، ما تكسلش. طيب حاجه ثانيه خالص، لو دخلت البيت وشميت ريحه غاز، لقيت حد بقى مصاب واقع على الارض ما بيتنفسش، بيعرق جامد، بيتشنج، بتقفل الغاز وتشوف مصدره فين وتفتح كل الشبابيك وتاخد ده تنيمه على ظهره وتتصل بالاسعاف. ها رجعنا تاني للنقطه الاولانيه، اتصل بالاسعاف عشان نروح فين؟ للدكتور. برافو عليك. طيب التسمم بقى عن طريق عضه، سواء من تعبان، من عقرب. اول حاجه ممكن تلاقي واحد واقع على الارض مثلا وبيعرق عرق بالعبيط، درجه حرارته بالعبيط برضه، ممكن يقول لك ان انا عندي زغلله مش شايف، ساعتها بتعمل ايه؟ بتتصل بالاسعاف. ها الاسعاف تتصل بيه وتنام المصاب ده على ظهره، شوف اي مكان فيه عضه، مكان العضه بتلاقيه مثلا مزرق، حواليه تشنجات، ممكن ينزل منه دم، بتمسح مكان العضه بحاجه نظيفه وتربط رباط فوق العضه بشويه، بس اهم حاجه تتاكد ان في شريان بينبض زي شريان ظهر القدم. ممنوع ايه بقى؟ ممنوع تمص السم ما بيتمصش، ماشي؟ ده اسمه سم، حاجه مضره ما تتمصش دي، مش انت رايح تنقذ واحد تاخد السم في بقك، غلط، كده اكبر غلط. وبرضه ممنوع انك تفتح مكان العضه بمشرط بموس، غلط والله العظيم غلط. ومعلومه صغيره، المسعف مش دكتور، المسعف بيسعف على قد ما يقدر لحد ما تروح لمين؟ للدكتور. اللي انت عملت ايه؟ طلبت له الاسعاف في الاول عشان يروح لمين؟ للدكتور ده. الاسعافات الاوليه سهله انك تتعلمها، انا ذات نفسي واخد دوره فيه، والدورات دي منتشره في كل حته، وانت الوحيد المستفيد، وربنا يسترها عليكم. السلام عليكم. النفس بتقرب ودنك من مناخير وتسمع فيه زفير ولا لا، او بتبص على صدره بيطلع ولا لا، ثلج ولا دقيق ولا معجون سنان ولا معجون سنان.